اعتقدت هذه المرأة أنها تبنت كلبا، ولكن عندما اكتشفت حقيقة هذا المخلوق أصيبت بالذعر واتصلت بالشرطة فورا. لطالما حلمت سينثيا بامتلاك كلب، وذات يوم في طريق عودتها من العمل وجدت جروا مهجورا في الشارع. كان هشا وعاجزا بفروه المتشابك وعينيه القادرتين على إذابة قلب أي شخص. دون أي تردد أخذته معها إلى المنزل وقررت الاعتناء به. في الأشهر الأولى بدا كل شيء طبيعيا، كان الجرو يكبر بسرعة، لكن سينثيا ظنت أن السبب هو أنه من سلالة كبيرة الحجم. لكن مع مرور الوقت بدأ يتصرف بشكل غريب. في الليل كان يصدر أصواتا غير مألوفة ويتجنب أي تواصل مع الغرباء. وفي ليلة هادئة شعرت سينثيا بأن شيئا خطيرا يحدث. عندما دخلت غرفة المعيشة وجدت آثار أقدام ضخمة على الأرض وخدوشا عميقة في الأثاث. أما الجرو فلم يعد موجودا، كان هناك شيء آخر أسوأ بكثير. يائسة أمسكت هاتفها واتصلت بالشرطة فورا، وما اكتشفه الضباط عند وصولهم كان مرعبا لدرجة أن أحدا لم يستطع تصديقه. هل تريد معرفة ما الذي كان هذا الحيوان حقا؟ اضغط على علامة البلس وعلق كلمة كلب للجزء الثاني.